شكون هو لطفي بن سبع؟ معكم لطفي بن سبع من مدينة باتنا، مؤلف ومخرج وكاتب مسرحي وممثل تلفزيوني. احنا هنا في المهرجان الوطني للمسرح المحترف لتأطير ورشة خاصة بالبونتوميم. البونتوميم أو الميم والبونتوميم، وهو المسرح الصامت. هذا الاختصاص اللي هو نعتبره أنه ضروري لأي ممثل، لأنه يوفر له الأدوات الأساسية للتعبير الجسمي. واش هو مدى تجاوب المتربصين في الورشة؟ سجلنا حوالي 26 شاب في الورشة اللي كانوا شغوفين، وكانوا حابين يتعلموا هذا النوع من المسرح، وشفنا الحب نتاعهم للتطلع وشغفهم وحضورهم القوي والطاقة اللي بذلوها للتعلم. فيما يخص الورشة قدمنا عدة تمارينات خاصة بتقنية البونتوميم. كما كنت نقول دائما، احنا في هذه السبع ايام ما وش الهدف نتاعنا انها نكون ممثل متخصص في هذا المسرح، لا، لان مستحيل باش نكونوا ممثل خاص بالبونتوميم لازم لنا على الاقل 2 أو 3 سنوات. احنا هنا في هذا الورشة نعطيو الاساسيات، لي باز لينيسياسيون والتلقين لفتح افاق للشباب وتعريفهم بهذا الاختصاص. الانسان كيعود مهتم بهذا بالبونتوميم يكمل بالممارسه وتقديم عروض الى اخره. واش راكم توجدوا لنا للمهرجان؟ حضروا للمشاركه في نهايه عمل الورشات. فيه لوحات دراميه، كوميديه، تراجي كوميديه. حنا اون اوبسيون تسمى، زدنا عطيتهم واحد الاختصاص تسمى الشجار فوق الخشبه. حضرنا ثاني بعض اللوحات فيما يخص هذا الاختصاص وهذه التقنيه هذه. واش تقول لجمهور المسرح؟ الكلمة نتاعي لجمهور المسرح، أنا أقول الجمهور المسرح نقولوا له مرحبا بك في المسرح، حضورك دعمنا، لأن الجمهور عنصر جزءا لا يتجزأ من العرض المسرحي. احنا كممثلين نحتاج الجمهور، العمل تاعنا يروح للجمهور أولا وقبل كل شيء. لكن كاين جانب آخر، كاين نوع آخر من الجمهور الذي لا يزور المسرح والذي لا يشاهد المسرح. وأنا أذكر من واحد من أهم الأسباب لعزوف الجمهور هو عدم وجود ثقافة مسرحية تبنى منذ الطفولة، المدرسة والثانوية إلى آخره. وبالتالي إن شاء الله نتمنى أن كاين إرادة سياسية، هو تنظيم بكالوريا فنون اللي شاهدناها السنة وكان فيها نجاح كبير بنسبة كبيرة جدا، وراحوا كلهم راهم في المعهد الوطني لفنون العرض ببرج الكيفان. هذا منه هكا هما إطارات الغد، هما مخرجي الغد، هما ممثلي الغد، هما سينغرافيين للغد، هما النقاد. بالتالي إن شاء الله احنا نحاولوا نستبشروا خير في المستقبل بهذا الشباب هذا. وشكرا لكم.